صباح الخير عليكم. صباح الخير عليكم. نتمنى يعجبكم اول فلوق. انا ديما من تنفيق تنبغي ندير بزاف د الحوايج في النهار، تنحيدهم اولا في ورقه. هاد القضيه فيها بزاف ديال الفوائد نقيدهم ونرجع لكم. كما قلت لكم تنقيد الحوايج اللي غندير في النهار. اولا ما غاديش تنسى داك الحاجه اللي بغيتي. بزاف د المرات صراحه تنساها في النهايه، ولكن ملي تكتبو في ورقه واخا بعض المرات ما تنحتاج نشوف ورقه، ولكن غالبا غتشوف في الورقه باش تفهم، ولكن ما غتنساش. هذا هو المهم. ثاني حاجه عقلك تيتحفز. بزاف د المرات تتعجز على شي حاجه في الليل تفكر انك ديرها في الصباح ولا حتى العشيه تتعجز ديرها. تندير ملي تجي تكتب في الورقه عقلك تيتحفز وتيوجد لديك الحاجه، ماشي تقول تتبريباري لها، تتوجد قبل من انك دير ديك الحاجه. واخا تكون حتى العشيه عقلك تيوجد ليها، تولي انت مهيئ لها نفسانيا. واخا تكون شي حاجه كبيره، ونصيحه مني ليكم الا كانت شي حاجه جد كبيره ديما قسمها، واخا تكون في نفس الوقت شي ساعه قسم مثلا ربع ساعه شنو غدير فيها. عقلك كتتحرك هذيك بوحدها واللي وراها بوحدها، كيتعامل مع كل وحده طاقه جديده، كل مره تيجدد الطاقه ديالها. هذه هي نصيحتي ليكم. المهم غتشوفوا هاد الورقه هادي اللي كتبت غير نيتا هنا ولا ما تكون بالكادر ديال الكاميرا صغير. وهاد الورقه كيفاش ديروها؟ تقدر دير ورقه كبيره، تقدر دير ورقه صغيره، وتكون هاديك دوك عارفين ديك الورقات الصوفر تيكونوا ملونين، تكونوا مفتوحين من فوق، تبقى تحيد وحده. هادوك تا هما زوينين، تقدر دير معاك يعني تجهز وحده تكتب فيها داكشي اللي بغيتي وديرها في جيبك. تكون مثلا من الخارج برا ولا كدا، من دير شي حاجه تنجزها جبد السيرة وضرب عليها، ولا دير شي علامة حداها زعما راك نجزت ديك الحاجة. وغتلاحظ انك انت شخصيا تتفرح، واخا ديك شي حاجة بسيطة. ومن حقكم تكتبوا اي حاجة بغيتي ديرها، غادي الفوق كتبها، ماشي حيت غتنساها، غير كتبها ما غتخسر والو. ممكن داكشي اللي خاصك كامل تكتب شرطة وتشوف شنو غندير، تشوف شرطة وتشوف شنو غندير، واخا يكونوا بزاف تكون تا 20 حاجة ولا تكون تا 4 الحوايج ماشي مشكل. انت ديما حاول دير بزاف د الحوايج، ماشي من فوق طاقتك، ولكن المهم دير بزاف ديال الحوايج. دابا فقرة ديال الأجوبة، غنجاوبكم على الأسئلة اللي سولتوني نتوما. هذا بشوية حيت حطيت لكم ستاتي في الجروب وفي البروفيل ديالي وسولوني بزاف الناس. نبداو مع أول حاجة مع الديديكاسات. بعدا ديديكاس الرشيد، أشرف بوجهد، حميد عسكري، عبد الله العثماني، سيمو إدريسي، سفيان بالا، سميتك. المهم سفيان بالا، عبد الصمد مير ولا ما عنديش مع فرونس، سي يوسف، أنا ماشي سي زعما أنا يوسف، محمود فخري، وأيوب أمالاس، وقيلا هي اللي صحيحة، وياسين إس أش.
نبداو مع الاسئله دابا. جوج ناس سولوني نفس السؤال: حكيم الكابوس ولا القابوس ما عرفتش اسمه ادريسي. قال لي فين غبرتي؟ قلت له خويا فين انا فاضي دارنا. عارف دارنا مشيت والله، لا خرجت نمشي الحانوت ونجي. السؤال اللي موراه: من يونس سي اش، علاش ما كتقرا ما كتقلب على خدمه وكتهضر بزاف؟ صافي صافي، وانا نمشي نقرا نمشي نقرا انا غادير لافا. الخدمة مالي انا ماشي راجل، متقلبش عليا، ما علاش متقلبش عليا؟ علاش نقلب انا على الخدمة؟ احسن منك، كنت متقلب عليا. هذا السؤال اللي موراه: من زكريا بن غزالة، في نظرك شنو السبب اللي مخلي المغرب ديما اللور؟ كلشي، الدولة، نظام سياسي، الشعب، مولي، هذه الدولة هي فيها كلشي. اي حاجة قال في بالك راس من الاسباب اللي مخلينا هنا اللور. حنا كنا مشاركين في الثورة المستوري، ولكن النسبة الكبيرة وخلينا حنا الشعب، حنا اللي فينا المشكل صراحة. خصنا نشوفو راسنا. السؤال اللي موراه من سفيان بالا: سلام، فاش كتقرا؟ كنقرا خويا داير لافاك اول عام ديال القهوة بالعربية. السؤال اللي موراه من عبد الصمد مير ولا مير معرفتش: علاش المغرب فيه المعيشة صعيبة؟ حيت النظام السياسي زيرو. والسؤال اللي وراه من سي يوسف: عرفت تقرا فرونسي تكتب سميتكم مقادة سي، زعما انا علاش الكار ما جاش من كنت عارف شنو هاد غيسول هاد السؤال، ما عندكش كيفاش تهرب من هاد السؤال. ضروري شي واحد يسول، ضروري حنا ضروري. السؤال اللي وراه من محمود فخري، اخر سؤال: علاش ما استقريتش في حتى شي جروب؟ ويا ماشي مستقريت، مالي انا مكنتش ندور، لا انا اصلا درت جوج جروب الاول هيروشيما، دابا انا حاليا في واحد الجروب اخر. منين نبداو انا معاه حتى دابا. وانا نتمنى يعجبكم الفيديو. وصل وقت الغدا، نقدو الغدا ونرجع لكم. الحمد لله وجدنا الغدا، ولكن لوبيا على اللوبيا، الروس ديالنا، الروس البيجدونية. هذا مخفيش ناكلو صراحة، ولكن حاجة غير عليه بلانش تايم، ناكلو ونرجع لكم. وهذا هو الشكل النهائي للوجبة ديالنا. من تنخلط الروز مع اللوبيا تكون واحد المذاق بلا ما نقول لكم، ما توصفش صراحة بزاف. الا كنتي من الناس اللي متبغيش ياكل الملحة، خلط اللوبيا واخا ما ديرش فيها الملحة مع الروز، واخا ما ديرش فيهم الملحة، مذاق طوب.
وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. حاولت انني نقدم افضل ما عندي. نتمنى انكم تشاركوا معايا الاراء ديالكم في الفيديو. ما تنساوش تخلوا لي التعاليق ديالكم على الحوايج اللي ما عجبكمش في الفيديو، وتخلوا لي اقتراحاتكم الفيديو الجاي بغيتو تكونوا شنو بغيتو يكونوا فيه، والفقرات اللي بغيتو نزيدو فيهم، والحوايج اللي ما عجبكمش هما اللي ضروريين تقولوهم لي. التعاليق، نتمنى تعاليقكم. سلام.